ليه ابني حزين ومش طايق حاجة؟ لو ابنك بقى منطوي، مش بيلعب، مش مبسوط زي الأول، بتسأله مالك يقولك مش عارف. الموضوع مش مجرد مزاج وحش، فخد بالك، ده ممكن يكون اضطراب طفولي أو زي ما بيشخصوا العلم childhood depression. وده اضطراب حقيقي مش بس بيصيب الكبار، الأطفال كمان ممكن يعيشوا مشاعر حزن وفراغ وعزلة حقيقية. طيب أعرف إزاي؟ لو لاحظت على الطفل العلامات دي: حزن مستمر بدون سبب واضح، فقدان الاهتمام بأي شيء كان بيحبه، نوم كتير أو أرق، تغيير واضح في الشهية، بعض الجمل زي أنا مش مهم، محدش بيحبني. فهمت كده العلامات؟ طب أعمل إيه؟ أتصرف إزاي؟ هتعمل الحاجات اللي إحنا هنقولها. ما تسألوش مالك طول الوقت لأن ده بيزود الضغط. قرب له، اقعد جنبه، شاركه، اسمع بدون تحقيق، خصص له وقت كل يوم يحس فيه بالحب من غير شروط. لو الأعراض استمرت أكتر من أسبوعين لازم تستعين بطبيب نفسي أو أخصائي نفسي. الطفل اللي بيتكلم عن مشاعره مش بيبالغ، هو بيستغيث، فاسمعه. شارك الفيديو مع كل حد شايف ان ابنه ما بقاش زي الأول. استناني في الحلقة الجاية عشان نتكلم عن اضطراب الهوية العاطفية، ليه ابني مش فاهم هو حاسس بإيه. لو محتاج تساعد ابنك يطلع من الحالة دي بخطوات آمنة ومدروسة، تقدر تطلب استشارة نفسية خاصة، أو اكتب لي هنا في التعليقات، أو اطلب تحديد استشارة من خلال الواتساب.